خلينا نقول ان ماتش الزمالك النهارده هيبقى ماتش صعب طبعا. نهائي الكونفدراليه في الذهاب هيكون في المغرب النهارده ان شاء الله، ولكن الزمالك بيواجه الضغط الجماهيري الصعب، واللي كلنا عارفينه ان الجماهير في شمال افريقيا بتكون جماهير حماسيه جدا. اللعب فيها بيبقى تحت ظروف صعبه. الماتش هيبقى الساعه 10 بالليل ان شاء الله بتوقيت مصر، ولكن احنا بنأمل ان الزمالك ان شاء الله يرجع من المغرب بنتيجه ايجابيه، على الاقل تكون نتيجه التعادل ان شاء الله. تشكيل الزمالك النهارده متوقع ان هو يبدا في حراسه المرمى محمد عواد. رباعي خط الظهر هيبقى حسام عبد المجيد وجنبه حمزه المسلوسي. في اليمين هيبقى في عمر جابر، وعلى الشمال هيبقى احمد فتوح. اما بالنسبه لخط الوسط هيبقى في عندنا ناصر ماهر ومحمد اشرف ونبيل عماد دونجا. محمد اشرف ونبيل عماد دونجا لعبهم بيميل الى الطريقه الدفاعيه، خصوصا ان الزمالك هيلعب في اول ربع ساعه على طريقه التقفيل، علشان خاطر نهضه بركان هيبدا النهارده بطريقه هجوميه مستغلا عامل الارض والجمهور، علشان خاطر يجيب اكبر عدد من الاهداف النهارده علشان خاطر يامن مباراه العوده. اما بالنسبه لخط هجوم الزمالك هيبقى في على اليمين احمد سيد زيزو، وعلى الشمال ابراهيم نضاي، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري. وطبعا سيف الدين الجزيري من اللعيبه التوانسه اللي بتقدر تلعب تحت ضغط، خصوصا في الملاعب شمال افريقيا. والنهارده الماتش ان شاء الله هيتذاع على بي ان سبورت. بنتمنى التوفيق لنادي الزمالك في ماتش النهارده ويعمل نتيجه كويسه. كل الدعوات وكل التمنيات بالتوفيق لجوميز وكتيبة نادي الزمالك في مباراة اليوم، أيضا بالتوفيق للنادي الأهلي في مباراته السبت الجاي إن شاء الله في تونس أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.